وليدة، هتشوفوا معايا قصة يمكن هتكرهوني بسببها. حقكم، بس هتعرفوا قد ايه انا بسبب القصة دي اتغيرت. تعالوا نشوف. ايه ده؟ مش دي سنة اللي معانا في الجامعة؟ تصدقي؟ طب ايه بتشتغل يعني مثلا؟ حلو ان هي تشتغل اصلا. حلو ويتر. حلو ويتر. ايوه، ايه اللي فيها؟ بقول لك ايه، انا اصلا مش هنسى هي بنتي عملت لك حاجه؟ انا ما حدش يقدر يعمل لي حاجه، بس هي عايشه بقى في دور الشطاره والاوائل والجو ده. بس اسكتي، خلينا نفهم حاجه لو سمحتي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ الحمد لله. بجد نورتونا في الكافيه وانبسطت قوي انتوا جيتوا بجد. عاملين ايه؟ كويس. طب بتحبوا بقى تشربوا ايه؟ ممكن 2 ايس كوفي. طيب بصوا عامة احنا عندنا حاجات حلوة قوي، عندنا تشيز كيك برضه جميل قوي، ممكن تشوفوها. طيب اوكي، ممكن نبص. انا مش عارفة. طب خلاص، ممكن 2 عصير. 2 عصير. عايزين حاجة تاني؟ لا مش سيف. بقولك ايه؟ ميه الاول. في ايه يا بنتي؟ نسيتي ما بحبهاش. بصيش والجاز دي تحفه. وريني. الله حلوه قوي فعلا. ايه رايك نجيب 2؟ ممكن فعلا، بس في ايه الالوان بتاعتها؟ لا مش عارفه. طيب انت عايزه لون ايه اصلا؟ انا اسفه جدا. ايه ده؟ مش واخده بالك؟ ما خدتش بالي، انا بجد اسفه. يعني اسفه بيها ايه يعني؟ دي بجد انا مش عارفه تشيلي حته الصينيه تشتغل وتر ليه؟ خلاص انا مش بالي، مش كده. اهدى ايه؟ هو ايه اللي اهدى؟ خلاص انت عارفه الصينيه بكام؟ ما انت طبعا مش لابسه اي حاجه نظيفه. خلاص بجد كفايه، مش كده يعني؟ ما حصلش حاجه. هو ايه اللي ما حصلش حاجه؟ خلاص هو هينشف هيبقى حلو. هو ايه اللي هينشف ويبقى حلو؟ بصي المنظر. خلاص والله بجد هينشف ويبقى حلو. خلاص بجد. هو ايه اللي هينشف ويبقى حلو؟ ما تعصبنيش. عيب كده. بقول لك ايه، خلاص روحي انت معلش كده. احنا اسفين بجد. عيب كده. وايه اللي اسفين وعيب جدا؟ تقفلها على العمليات وبصي الفستان بقى عامل ازاي. طب خلاص انت هتعملي ايه دلوقتي؟ يلا نمشي. طب خلاص يلا. وبعد 3 سنين رحت نفس المكان تاني أنا وندى، وكلي تكبر وغرور وما بتغيرش أبدا. وسألت على سلمى بس باستحقار شديد، على أساس بقى إنها وارد تكون لسه بتشتغل في المكان وكده، بس الحقيقة طلعت غير كده خالص. بقول لك ايه، فاكره البنت اللي اسمها سلمى اللي بنتكلم عليها؟ انت لسه فاكره؟ ايوه يا عم، ده كان يوم مرار. يا بنتي انسي بقى، انت مستفزه قوي. لا اصلا مشيت يعني، خلاص بقى كبري دماغك. اكيد مشيت، انا هكمل ايه اساسا؟ خلاص انا بقول لك تشربي. انا عايزه اشرب قهوه مظبوط. قهوه؟ لو سمحتي. مساء الخير. مساء النور. تشربوا ايه؟ لو سمحتي عايزه قهوه مظبوط. حاجه ثانيه؟ لا مش جدا. بقول لك ايه لو سمحتي، كان في بنت كده اسمها سلمى كانت بتشتغل. حضرتك تقصدي سلمى عبد الغفار؟ سلمى عبد الغفار، ايوه. مديرة المكان؟ مديرة المكان؟ هاجر. بقول لك هو محدش سأل عليا النهارده؟ في اسئله اللي عايزين فين؟ هنا. والله؟ حلو. طب بقول لك ايه، اعملي لي القهوه بتاعتي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ازيك يا ندى؟ ازيك يا ساره؟ عاملين ايه؟ نورت المكان والله. بنورك. بقول لك يا هاجر، كل اللي يطلبوه على حسابي. ها؟ ميرسي. نورتي المكان يا ساره. شفتي بقى سلمى اللي كنت بتتريقي عليها دي وصلت لايه؟ بقت انسانه جميله وشاطره وطموحه جدا في شغلها. بتهيألي كده انت المفروض نظرتك تتغير لحاجات كتير قوي. فيها ايه لو مستوانا الاجتماعي اقل من صحابنا؟ مش مهم، عمر ما ده يبقى عائق بالنسبة لك، بالعكس خلي ده حافز ليك، واتعب واشتغل وانت بتدرس. عمر ما كان الشغل عيب، ولا كان عمر الشغل اللي بتشتغله وانت لسه بتدرس حاجة تعيبك. بالعكس انت في المستقبل هتبقى حاجة كبيرة جدا، وحاجة كنت دايما عايز توصل لها.
زي سلمى كانت بتشتغل وهي بتدرس، ولما جه حد وجرحها بالكلام موقفتش شغل ولا استسلمت، بالعكس دي كملت لحد ما بقت صاحبة المكان اللي كانت شغالة فيه، وده لأنها مؤمنة بنفسها ومجتهدة وقوية. تخيلوا كده لو كانت سلمى لما تعرضت للموقف ده كانت سابت الشغل ومشيت لأنها تعرضت لموقف محرج، ما كانش زمانها دلوقتي بقت صاحبة المكان. وهي الحياة كده، عايزة القوي اللي واثق من نفسه ويبدأ من الصفر ويحط هدف قدامه لحد ما يوصل له. ايه ده؟ مش صدقاني بجد، ما خدتش بالي والله، انا اسفه. هو ايه ما خدتيش؟ بصي ما دام ما بتعرفيش تشيلي تتكلمي حلو بس عايزه، ما دام ما بتعرفيش تشيلي قصدي دي جمله غلط قوي. ما دام ما بتعرفيش تشيلي صينيه بتشتغلي وانت ممكن تدي قهوه مظبوط؟ تمام. مش